السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا في العمرة وفي الحرم وعايزين تاكلوا حاجة، فهقول لكم على كذا اختيار ممكن تختاروا منه. عندنا اول حاجة ابراج الصفا في الدور الثالث والرابع، بيبقى في الدور الثاني والثالث في اماكن كتير بتاكلوا منها، في مطاعم اللي هي الافغاني، وعندهم اللي هو العيش اللي هو التميس الافغاني ده حلو، الرغيف تقريبا ب2 ريال. لو عايزين تميس افغاني في مكان تاني، في محبس الجن برضو هناك فرن بتبيع تميس افغاني. في فول وطعميه في محل اسمه لذيذ وسريع، وعندهم سندوتشات، وفي هناك فطاير بتبدا من 2 ريال. وفي هناك كمان عيش اسمه سوري شاي اسمه شاي عدن، جربوه حلو جدا ب3 ريال، يعجبكم. وفي كمان هناك الاكل بيبتدي من ممكن مثلا 10 ريال، تاكل وجبه كويسه. في هناك رز بسمتي وفراخ، والاسعار هناك تعتبر في برج الصفوة الى حد ما كويسه. في بقى في قصاد برضو قصاد الحرم برضو، وقف الملك عبد العزيز في ابراج الساعه. هتلاقوا هناك برضو في الدور الثالث وفي الدور الرابع مطاعم هناك كتير، اسعار شويه اعلى من برج الصفا. في هناك كمان البيك هناك موجود في 3 اماكن في الحرم، في واحد في برج الساعه، وفي واحد عند جبل عمر، وفي واحد كده في شارع بجانب شارع ابراهيم الخليل. وفي كمان هناك جبل عمر في كشري التحرير، وفي مطاعم هناك برضو الاسعار بتاعته كويسه جدا. لو انتوا عايزين وجبات، في هناك بتوزع وجبات مجانيه، بتبقى عباره عن رز بسمتي وربع فرخه وعصير. لو انتوا حابين تعملوا اطعام هناك او صدقه في الحرم، ممكن بتروحوا المطعم اللي هو اسمه زيد الخير، بتديهم مبلغ معين من المال، او تشوفوا انتوا هتعملوا كام وجبه وهم بيوزعوهم، او انت بتاخد الوجبات وبتوزعها بنفسك. كمان مطعم اسمه زمزم. زمزم ده برضو كويس، واسعاره كويسه، والاكل هناك كويس. الاكل تقريبا بتروح في كل المطاعم هناك اقل حاجه 10 ريال، لحد بقى زي ما انت عايز، لحد 20 22 ريال كده. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم. تابعوني على قناتي تمارا الألفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.